قرية كفر كلبين، وهي قرية تتبع إداريا لمحافظة حلب منطقة إعزاز، حيث تبعد عن إعزاز 6 كيلومتر من جهة الشرق، كما تبعد عن إختارين 25 كيلومتر من جهة الغرب. هذه القرية تضم العرب والكرد والتركمان. العرب يتجاوز عددهم 5000 شخص، والتركمان 600 شخص، أما الكرد فيتجاوز عددهم 1500 شخص. بالنسبة للكرد هم من بيت سلو، وهي عائلة كبيرة من الكرد الملية طبعا، وأيضا يوجد فيها بيت جراح، أيضا هم كرد. يعمل الأهالي بالزراعة، كما يقومون بزراعة شجر الزيتون، ويعملون بتجارة البيطون أيضا، وفيها أصحاب الشهادات. بالنسبة للتسمية طبعا يحاول الكثير أن يجعل منها تسمية سريانية أو عثمانية استنادا إلى كفر، ولكن كفر باللغة الكردية أيضا تعني حجر. أما جولبين فهي بالتأكيد كلمة كردية، سواء كانت جولبين، جول بالكردية بحيرة، بين الرائحة أي رائحة البحيرة، أو إن كانت جلبين تعني رائحة الورد، جل ورد وبين الرائحة. هذا بالنسبة إلى قرية كفر جلبين. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي، أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. كل التحية لأهالي قرية كفر جلبين بجميع مكوناتها من كرد وعرب وتركمان.